السلام عليكم متابعينا، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. اليوم راح نحضر معكم طبق جديد اللي هو التبس الخضروات مع اللحم المفروم. طبعا من اطيب واسهل الوصفات، لانه اللحم المفروم يستوي بسرعة والخضروات راح نقليها فما تطول كثير وما تاخذ عندنا وقت كثير بالاستواء. من الوصفات اللي تنكل، ممكن تاكلوها بالخبز او بوحدة او تاكلوها مع الرز. طبعا من الوصفات اللي تحضر بالمطاعم لأنها سهلة التحضير وما تاخذ وقت كثير بالاستواء، حتى بالمناسبات عندنا يعملوها. نحتاج إلى باذنجان وطماطة وبصل وفليفلة خضراء وفليفلة حادة، ونبدي نقشر الخضروات مثل ما تلاحظون. هون عندنا قشرنا الباذنجان وثرمناه، نثرمه دوائر ثخينة شوية حتى لا يذوب، لأنه احنا راح نقليه. ونبدي طبعا بطاوة على النار نقلي الباذنجان مثل ما تلاحظون. هون قلينا الباذنجان، ونبدي نثرم البطاطا بنفس الطريقة نقليها. نقليها البطاطا، وهون يكون كملنا القلي. نثرم البصل شرائح رقيقة، لأنه البصل ما راح نقلينه، ما يحتاج، ما ياخذ وقت بالاستواء. والطماطة نثرمها دوائر، والفليفلة طبعا الفليفلة حسب الرغبة، أنا حطيته فليفلة وحدة، إذا تريدون تكثرون طبعا. واللحم نعمله على شكل أقراص دوائر، ونثرم 4-5 سنون من الثوم. طبعا الطبقة الأولى نحضر تبسة ونحط بها شوية زيت. الطبقة الأولى راح نخلي بطاطا ما مقلية، لأنه راح تتعرض للحرارة وتذوب ساعة البطاطا، فما قليتوها. ومن بعدها نضيف طبقة البصل والباذنجان المقلي، ونبدي نصفط الخضروات كلها. هون عندنا طبقة من اللحم. طبعا اللحم تضيفوه حسب الرغبة وحسب عدد أفراد الأسرة، تحبون نص كيلو أو كيلو حسب رغبتكم. وهوني كملنا، حطينا البطاطا والفليفلة، ممكن تكثرون الفليفلة حسب رغبتكم. وهوني آخر طبقة عندنا ضفنا الطماطة، وعلى الوجه نخلي اللحم المفروم، يعني صار عندنا طبقتين من اللحم المفروم. وهوني الصلصة عندنا تتكون من الثوم المفروم ناعم، وعندنا الفليفلة الحادة ثرمناها، وعندنا معلقتين من معجون الطماطة، ونضيف له الفلفل الأسود، ملح وفلفل أسود، ونضيف له المي، ونبني نخلطه ونجانسه مع بعض ونضيفه. يحتاج إلى كاسة أو كاسة ونص من الصلصة من المي. خليها على النار أول ربع ساعة تكون على نار عالية، ومن بعدها نصيها على نار وسط. تحتاج لساعة وتستوي، لأن الغراض عندنا مقلية الخضروات، واللحم أيضا يستوي بسرعة. نزينه برشة من البقدونس. ومثل ما تلاحظون هون عندنا كملت الوصفة. أنصحكم تجربوها لأنه كثير طيبة مع الرز. وإن شاء الله ألف صحة وعافية على قلبكم. إن شاء الله تعجبكم وصفاتنا. لا تنسون الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل الجرس حتى تصلكم الإشعارات. وشكرا جزيلا على المتابعة أعزائنا المستمعين.